السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. كالعادة يا اخواننا، ما تنسوا الاشتراك في القناة، وما تنسوا تضغطوا لايك للفيديو، واهم حاجة تكتبوا لنا آراءكم في خانة التعليقات. أغنية راب سودانية جديدة مثيرة للجدل، اسم الأغنية فراشة. الأغنية أثارت الجدل لأن فيها يا إخواننا بصراحة كده بعض المشاهد ما بتشبهنا كسودانيين، ولا بتشبه عاداتنا ولا تقاليدنا ولا حتى في ثقافتنا المتنوعة. يا فراشة شوية يلا أرقص وفرفش لي الحلم أماما فراشة بنبيا فلو بالنية جوي سوكري ما في داعي اللي فكرتيها. نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب مع. طبعا يا إخواننا فنانين الراب دائما عندهم منافسة مع بعض وبيتحدوا بعض في الأغاني. كل واحد بيكون داير يتصدر الترند وداير يضعف للغمة، وطبعا في فهمهم عشان الأغنية تنجح وتتصدر الترند وتضعف للغمة لازم تكون في مشاهد مثيرة ومشاهد مخلة عشان الفيديو ينتشر وعشان الناس تشاهد الفيديو. وطبعا في السودان الحياة الفارغة والحياة المخلة الناس بتتداولها بكثرة وبتنتشر بسرعة كبيرة شديد، لأننا نحن السودانيين بصراحة كده شعب بنحب الحاجات الفارغة بس. لكن يا اخوانا بصراحة كده من وجهة نظري الشخصية، لو البنات اللي في الفيديو ديل كانوا لابسين لبس ساتر، لبس مثلا زي الثوب السوداني أو العباية، صدقوني كان الفيديو كليب حيكون جميل. لأنه بصراحة كده يا اخوانا عشان ما نظلم الناس ديل، الفيديو يعني فيه بعض الكلمات القوية، الكلمات اللي بتلامس الواقع اللي عايشينه في السودان. لا تشط للحرامية الآن ده ركبتوا الفكر لن تدوسوا دوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بومبان السان غلبان مهارات فردية كلام غضبان بس النية صفية لكن بس للأسف المشكلة يعني بعض الأعمال الفنية في السودان لازم تلقى فيها مشاهد مخلة ومشاهد مثيرة، لأنه الناس دي يعني في فهمهم إنه لازم تجيب حاجات زي دي عشان الفيديو ينتشر والناس تشاهد الفيديو، وكده بيكون شنو العمل نجح. فزي ما شفتوا في مسلسل زوجان، ولكن المسلسل دي بعد ما انتشرت ما بزول اهتم بها أو زول شاهدها، لكن بس المشهد بتاع الممثل الخلود لما ظهرت جزء من جسمها الحساس وعمل ضجة في السوشيال ميديا، شفتوا بعد ذاك كمية الناس اللي اهتموا بالمسلسل، يعني بالأخص الحلقة دي آلاف المشاهدات، إنه الفيديو ينتشر والناس يتداولوه إنه في حاجة مثيرة حاجة جديدة الناس دي عملوا كده وكده. حاليا دي القاعدة الماشيين بها، يعني لازم تجيب مشاهد جريئة مشاهد مثيرة، الناس بتداول الفيديو، تعال عاين الفيديو ده، عاين دي لابسة كيف، لا حول. الناس بتندهش من الحاجة دي وبعد ذاك بيقوم بيتداولوها، لأنه في السودان نحن ما متعودين على الحاجات دي. يلا عشان ما متعودين لما تجي حاجة زي دي الناس بيقوم بيتداولوها وبيشاهدوها كثير لأنه حاجة قريبة ودخيلة علينا. فلذلك يعني دي الحاجة اللي دائما بتلقاها مستقصدينها في الأعمال الفنية الجديدة. لكن بجد يعني الناس دي لو بتراجع الحاجات دي وبيمشوا بالعمل الصح، بالأخص الأغاني هي ما بتمثل البلد. نحن كسودانيين يعني المرأة في السودان معروفة زي الرسم للمرأة شنو، واللبس اللي بيمثل المرأة. لكن صدقوني لو كان بيهتموا باللبس التقليدي بتاعنا اللي بيشبه عاداتنا وتقاليدنا المتنوعة المختلفة، صدقوني الأغاني دي حتجيب ردة فعل كبيرة والناس حتتداولها، لأنه أغاني أحيانا بتمس الواقع، بتمس حاجات حاصلة فينا. لكن مثل الإشكالية في الحاجات المثيرة والحاجات الجريئة. بس بتمنى إنه يعني الحاجات دي تقل والناس ما تنظر للحاجة دي بنظرة إنه لازم تجيب كده وكده، الناس تعمل الحاجات اللي أصلا إحنا ماشيين بها تقاليدنا وعاداتنا وكده. والله بجد يعني الحاجات دي حتنتشر، حتكونوا مثلتوا السودان وعكستوا صورة للسودان لباقي العالم. لكن كده انتوا عكستوا صورة سيئة عن السودانيين وعن عاداتنا وتقاليدنا اصلا احنا ما بنفتخر بها وما ماشيين بيها، حتى ولو الحاجات دي متواجدة. شاكر لكم كثير، دي نهاية حلقتنا. زي ما قلت لكم يا اخواننا اهم حاجة تكتبوا لنا اراءكم في التعليقات. شاكر لكم كثير يا كينج الهابطين، ولكن بالراب مارس دمه أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقل ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبتوا الفكر لن تدوسوا دوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بومبان السان غلبان مهارات فردية كلام غضبان بس النية صفية والكيزان ما استثمروها. الطفلة طاهرة ما انتوا اللي بتطهروها، تلقاها ساجدة ولكن انتوا اللي بتستعبدوها.